شاء الله ترد. الو مرحبا امي، كيفك؟ الحمد لله منيحة، انت شلونك؟ والله الحمد لله امي. انا شو صرت؟ عند الدكتور. خير؟ واتساب everybody، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم مرسل. اليوم جبت لكم فيديو جديد. طمنونا عنكم شو اخباركم. فيديو اليوم كان رح يكون بجنن، ولانه انتم بتحبوا هيك شغلات. اليوم رح نعمل مقلب السرطان بامي. صراحه ماني متوقع شو تكون ردة فعلها، بس رح يكون مقلب كثير صعب، وخاصه انه انا خايف امي تنزعج او يصير لها شيء. تعرفوا لانه اذا الام انزعجت مشكله كثير كبيره، وانا قلبي ما بيطلع. يمكن ما تنجح او تعرف، رح احاول. بس خليني اثبت الكاميرا شوي لحظه. طبعا مثل ما بتعرفوا قبل هالمرة عملت مقالب كثيرة، وكل المقالب الحمد لله جابت مشاهدات وطلعت ترند عندي بالقناة، طلعت بالمحتويات الشائعة عندي بالقناة. عشان ما حدا يطلع يقول لي انه وين الترند والحكي. المهم قبل ما ابدا واتصل على امي، صراحة هذا اول مقلب لي مع امي. ان شاء الله ما يعني خايف يصير لها شيء عن جد، لانه مثل ما قلت لكم كل شيء الا الام. ترى الام خط احمر. المهم انا نزلت غنية وشكله بتاكد 100% ما وصلكم اشعار. راح احط لكم هلا مقطع من غنيتي شوفوها. بليز جاست ويت، بعرف انك موسيقتي حبيت ومنها ما اكتفيت، لذلك رح اغني لسه اكتر من هيك. جاست ويت لا 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 مرسل، لا 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 انا جد، لا 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 مرسل، لا لا لا. طبعا مثل ما شفتوا الاغنيه متعوب عليها كثير، وانا عن جد هي اغنيه بحسها كثير كثير حلوه وبتعبر عني. فالمهم هلا رح اتصل على امي وراح اقول لها انه انا مريض مرض السرطان. بعيد الشر طبعا، انا بتمنى الشفاء، بتمنى الشفاء. وطبعا هو يعني ما اخذه كمسخره او شيء، بس نحن بدنا نعرف ردة فعل امي. فهمتوا علي كيف؟ ويلا. طبعا بالعاده انا وامي بنحكي فيديو، بس هالمره رح اتصل صوت ورح نحكي بالعربي، لانه انا وامي بنحكي بالتركي. تمام؟ يا رب سترك، ان شاء الله ترد. الو مرحبا امي، كيفك؟ الحمد لله منيحة، انت شلونك؟ والله الحمد لله امي. انا شو صرت؟ عند الدكتور. خير؟ والله يا امي موت لك هذيك اليوم انه بدي اروح على الدكتور مشان اعمل تحاليل وهيك. ايش تعمل؟ عملت تحليل للدم مشان اشوف شو في معي، مشان ما قلت لك عم بيوجعني راسي، في حبوب براسي. والله يا امي ما بعرف شلون رح اقول لك، هذا المرض كثير كثير بشع. هذا المرض كثير كثير بشع. اي مرض؟ قلت لك ما عم يطلع حب براسي، قلت لك عم ادوخ ايه والله يا امي. لا وين الدكتور؟ اعطيني ولا شوف. الدكتور هو ما بيقدر يحكي، ما بيقدروا يحكوا مع المتصلين. لازم اقول لك علي غلط دكتور، قلت مش غلطي. احكي عربي. شو؟ مرض كبير والله يا امي. لا تبكي قلبي. على فكرة عمل كتم. لا وقفي شوي. عند الدكتور، عند الدكتور لك. انا عند الدكتور ما خرج احكي. دقيقة شوي، طولي بالك. مو لازم احكي لك القصة. محمد نايم. امي الموضوع اكبر من انه نحن كنا مفكرينه حساسية او شيء. هذا مرض كثير كبير. هذا يعني بدي بلش ينتشر بكل جسمي. اذا ما عملت عملية هلا. عملية ايش؟ شو عملية ايش يا الله؟ عملية ايش؟ ما بعرف شو قال لي اياها بالالماني، ما بعرف شو، نسيت شو اسمها. بس لازم اعمل عملية، وانا اتصلت حتى اقول لك لانه ما حاول اخبي عليك يا امي. الله امي يا الله. الو امي. علي. نعم يا امي. علي. ايه يا امي. علي. ايه يا امي. وين انا دكتور؟ عاوزين الدكتور. لك ما بيحكي عربي، ما بيحكي عربي. وما بيدعي حدا. امي ما بيحكوا عربي. احكي معه، بحكي معه. امي والله شكله هذا مرض ما بعرف شو اسمه، السرطان يمكن. حاولت تحكي عن المرض ولك؟ طيب ماشي. اعطيني النت. طيب ماشي، اتصلي صوت وصورة اورجيك الدكتور. شكلك ما حتصدقيني.
يا الله قلب الام الا بدها تتصل فيني صوت وصوره. خايف كثير انه انا ما رح اقدر اطول بالكذبه، يعني هي ما رفيقتي ولا رفيقي حتى اقدر امزح معه، ما بتحمل. طبعا قلب الام عن جد بسرعه يعني يمكن يصير لها شيء وانا ما بقدر اسامح حالي. حبايب القلب انا اسف كثير لانه المقلب ما قدرت اضبطه واصر على امي واقلها واقنعها لانه خايف يصير لها شيء. وهون كمان عن جد لما قلت لها انه مرض وهيك انزعجت كثير وعيطت علي وقالت لي انه ليش ما قلت لي من قبل انك عم تروح على الدكتور، وليش ما قلت لي قبل انه صاير معك هيك شيء. فحاولت انه تتصل لي على فيديو، انا حاولت اني اقول لا لكن اصرت، وبعد ما اتصلت عرفت القصه كلها. عم بمزح معك يعني والله ما في شيء، حتى طلع ما في شيء براسي. انا ما بريد حدا يضربك بالورده يا امي دخيل روحك يا امي. ابني الله يرضى عليك، مع ابوك مع اخوك مع اختك معي لا تمسح هيك مسحات. تكرم عينك امي. انت شقفه مننا يعني لحن يعني شقفه يعني مننا. تكرم عينك يا امي، انت لازم كنت تعرفي. طبعا اصدقائي لحد هولكم وصلنا لاخر الفيديو. بعرف هو مقلب خفيف وبسيط حبيت اعمل لكم اياه لانه في كثير ناس عم يقولوا اعمل مقلب باهلك فمثل ما تكون اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا توصلوا الفيديو ل 20,000 لايك، وبحبكم كلياتكم. ولا تنسوا كمان تشوفوا الغنيه وتضيفونا على انستغرام وعلى سناب شات. بحبكم كلياتكم، اكتبوا على حالكم. سلام.